يا أليكس، عيد ميلاد ماما بعد كام يوم. لازم نلاقي ليها هدية مفيش زيها في العالم. شايفة النجوم دي يا لينا؟ نفسي أصنع ليها حجر بيمع زيها بالظبط. أليكس، إيه رأيك في الخاتم ده؟ هدية لماما. أنا متأكد إنها كانت هنا. هيا إيدي يا أليكس. حجر بيمع زي النجوم، أتصنع أول مرة في فينيس. يعني ينفع نصنع النجوم؟ لقيتها يا لينا. هيا إيدي اللي لقيتها. حجر الجولد ستون، هي دي الهدية المناسبة لماما. حجر؟ الجولد ستون، وده هنجيبه منين؟ ده مش هنجيبه، ده هنصنعه يا لينا، عشان الحجر مش طبيعي ومصنوع من أزاز اللي بيلمع. وحجر الجولد ستون هينفع للخاتم ده؟ يلا بينا على المعمل، هنصنع الحجر هناك. هنا المكان اللي هنصنع فيه الحجر. أنا متحمسة قوي. احنا محتاجين حاجات كتيرة. دي إيه؟ رمل وسيليكا نقي، ونترون وجير وأكسيد نحاس. وإحنا هنجيب المواد دي منين؟ مكتوب هنا في أرض الأسرار القديمة مصر. بس دي رحلة طويلة. تفتكر بابا ممكن يوافق؟ لازم نقنعه إنه يطلع معانا الرحلة. بابا احنا عايزين نعمل هدية لماما، وعايزين حجر، والحجر ده في مصر. حجر إيه؟ الحجر هيبقى للخاتم ده. واشمعنى الحجر ده من مصر؟ عشان مواد الجولد ستون مش موجودة غير في مصر. مصر؟ لكن أكيد والدتكم ما ينفعش تاخد بالها. انتم بتعملوا ايه؟ ولا حاجة يا حبيبتي. شكلكم مريب، مخبيين ايه عليا؟ ابدا يا ماما، هنروح رحلة صيد. سلام يا ماما. متقلقيش يا حبيبتي، احنا هنروح رحلة صيد. هنبدأ رحلتنا منين؟ من مصر ومن الحضارة. يلا بينا. هنوصل مصر بكرة. كانت رحلة طويلة قوي، أنا متحمسة قوي. بابا، مين ده؟ ده أستاذ أمون، الدليل بتاعنا في مصر. يعني هيساعدنا في تجميع المواد؟ أهلا بيك يا سمو الملك في أرض الأسرار والحضارة. أنا أمون، خبير الآثار. إحنا محتاجين الأول إننا نروح نجيب الخرائط، بس قولولي الأول هنروح فين؟ هنروح شمال سينا، البحيرة، الغردقة، وبني سويف. كده إحنا معانا الخرائط كلها. يلا بينا. احنا هنروح فين؟ في أرض الفيروز، ودي بقى فيها جواهر كتير. لا يا لينا، هنروح العريش. ده بقى رمل السيليكا، أنقى أنواع الرمل في العالم. يقدر بيتحمل درجات حرارة عالية جدا، وبيتحول لأزاز صافي بيلمع. يلا بينا، مين فيكم مستعد عشان نجمع الكمية المطلوبة لحجر الجولد ستون؟ يعني ده اللي هيخلي يلمع؟ أيوة يا لينا، لأنه بيضيف لمعة للإزاز زي النجوم.
بابا هو احنا هنروح فين بعد كده؟ هنروح وادي النطرون يا حبيبتي. تعالوا احكي لكم حكاية من التاريخ عن المكان ده وأهميته. زمان كانوا القدماء المصريين بيستخدموا النطرون لتحنيط المومياء لآلاف السنين، لأنه بيمتص الرطوبة من الجسم، ومش بس كده، ده كمان بيستخدم في صناعة الصابون والإزاز. يا ده طلع مهم فعلا. احنا كده خلاص وصلنا، يلا بينا. بابا احنا هنجيب ايه من هنا؟ هنجيب مادة النطرون يا لينا عشان نسيح الرمل لأنه بيحوله الإزاز. وايه النطرون ده؟ ده نوع من أنواع الملح الطبيعي بيتكون أول ما المية تتبخر في البحيرات المالحة. ده طلع لونه أبيض زي التلج. بابا احنا هنعمل ايه بالنحاس ده؟ عشان يكون الحجر لونه لون الذهب. لازم نحط النحاس مع الرمل وملح النطرون عشان يكون حجر بيلمع. من غيرك انت الحجر مش هيكون ليه لون. أليكس كده ناقص إيه من المواد؟ اهم عنصر يا بابا الحجر الجيري. الحجر ده لازمته إيه؟ مش بيخلي الحجر يتكسر بسهولة يا لينا. وكمان يا بابا بيقوي الأزاز ويخليه ثابت وصلب. كده كل المواد اكتملت. أخيراً أنا متحمسة قوي عشان نعمل الخاتم. يلا بينا نرجع بيتنا. يلا بينا يا أحلى أب في الدنيا، بحبك قوي يا بابا. بابا هي ليه كل المواد اللي جبناها موجودة في مصر؟ عشان يا لينا القدماء المصريين كانوا متقدمين في صناعة الأزاز والأحجار الزخرفية. انا مبسوطة قوي اني اتعلمت كل المعلومات دي عن مصر. أنا سعيد إني كنت جزء من الرحلة دي يا مولاي. الحقيقة الرحلة نجحت بفضلك أنت اللي عرفتنا طريق الكنوز دي. لما الحجر يلمع هنبقى عارفين إن السر بدأ من هنا. يبقى لما تشوفوا النجوم جواه افتكروا صحراء مصر. مع السلامة يا أحبائي. مع السلامة. مع السلامة. هنحط رمل السيليكا وحجر الجيري وملح النطرون والنحاس على بعض. وازاي هيبقى حجر يا أليكس؟ لسه يا لينا لازم نحطهم ونخلطهم كويس. بعد كده هنحط الخليط في القالب. وكده هيبقى حجر صح؟ لا لسه يا لينا محتاج يتحط في الفرن عشان يبقى حجر. دلوقتي بعد ما القالب بقى جاهز هنحط القالب في الفرن ونستنى لحد ما يوصل لدرجة الانصهار. انا متحمسة قوي ونفسي اشوفه جدا. ده شكله يجنن. التصميم تحفة يا لينا. كده الحجر بقى جاهز لعيد ميلاد ماما. تفتكري هيعجبها يا لينا؟ تفتكر يا بابا الهدية هتعجب ماما؟ أكيد يا لينا لأنه معمول بحب. يلا بينا بقى نروح لماما عشان ما تاخدش بالها إننا مش حواليها. عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي. عيد ميلاد سعيد يا أحلى ماما في الدنيا. وانتم طيبين ودايما في حياتي. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ احنا عملنا ده عشانك. رحنا رحلة طويلة عشان نلاقي المواد وصنعناه بنفسنا في المعمل. انتوا عملتوا كل ده عشاني. دي أجمل هدية خدتها في حياتي.
كل ما النور ده يلمع هفتكر مغامرتكم وحبكم.